تقارير تكشف إتمام صفقة انتقال عمر مرموش إلى ليفربول. هناك تقارير جديدة تكشف كواليس مثيرة حول انتقال عمر مرموش إلى ليفربول الذي يلعب له المصري محمد صلاح. هل مرموش الوحيد الذي سجل 3 ركلات حرة في 3 مباريات متتالية؟ تقارير إعلامية كشفت كواليسا مثيرة بشأن صفقة انتقال عمر مرموش نجم أينتراخت فرانكفورت المحتملة إلى ليفربول، وارتبط اسم مرموش برغبة ليفربول في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وسط تقديمه لمستويات مبهرة الموسم الجاري مع فرانكفورت. وفي هذا الصدد سلط موقع ليفربول إيكو البريطاني الضوء على صفقة عمر مرموش المرتقبة وأنه البديل الأنسب لتعويض رحيل محمد صلاح. يأتي هذا في ظل عدم وضوح الرؤية حتى الآن بشأن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول، والذي سينتهي بنهاية الموسم المقبل، إذ لم يتوصل الثنائي حتى الآن لاتفاق بشأن التجديد. وأوضح التقرير الصادر من ليفربول إيكو أن اسم مرموش ظهر بشكل متزايد كبديل محتمل لرحيل محمد صلاح في صفقة من المتوقع أن تتكلف ما بين 50 إلى 60 مليون يورو. وجاء في التقرير باعتباره خليفة لصلاح، فربما يكون الرجل الذي يطلق عليه لقب الملك المصري لديه أمير جدير بأن يحل محله في ليفربول. وذكر التقرير أن مرموش يتفوق على كل لاعبي أوروبا بتقييم 8.42، إذ سجل رفقة أينتراخت فرانكفورت حتى الآن 11 هدفا، وقدم 7 تمريرات حاسمة ببطولة الدوري الألماني. يأتي هذا في الوقت الذي تتحدث فيه كل الصحف في إنجلترا لتؤكد إتمام صفقة عمر مرموش لنادي ليفربول أمس مقابل 60 مليون يورو. ليفربول ضمن 100 مليون مشجع 7 سنين لا يزال في قصته بقية، لأنه سيكون هناك إمتاع بين 2 مصريين في حالة ظل محمد صلاح موجودا في ليفربول. الحقائق كلها تقول أن هناك تفوق كبير لعمر مرموش في المرحلة الماضية جعل العين عليه من كافة الأندية، وهناك أحاديث في رغبة نادي برشلونة الكبير في أن يستعين بعمر مرموش ليكون في خط وسطه في تلك المرحلة. وفي بعض الصحف هناك تقرير بعنوان فرانكفورت يحدد سعر بيع عمر مرموش إلى ليفربول في يناير أو الصيف، حيث أبدى نادي ليفربول الإنجليزي اهتماما جادا بالمصري عمر مرموش لاعب أينتراخت فرانكفورت الألماني. مرموش البالغ من العمر 25 عاما انضم إلى فرانكفورت في صفقة انتقالية مجانية في عام 2023 من فولفسبورغ، ويرتبط مرموش بعقد مع فرانكفورت يمتد حتى يونيو 2027، ولا يوجد ضغط على النادي الألماني للسماح برحيله بثمن رخيص. وتألق مرموش بقميص فرانكفورت هذا الموسم، وجذب بالفعل اهتمام عدة أندية لضمه بما في ذلك ليفربول. وقال أحد الصحفيين من سكاي إن هناك بالفعل اتصالا بين ليفربول ومعسكر اللاعب، مع فهم أن مرموش سيكون حريصا جدا على الانتقال إلى النادي الإنجليزي. وبحسب ما ذكرت صحيفة مترو البريطانية، أفاد بلينتنيرغ أن فرانكفورت يريد ما بين 50 مليون يورو إلى 60 مليون يورو للسماح لمرموش بالرحيل، سواء كان ذلك في يناير أو الصيف المقبل. وقد يتعاقد ليفربول مع مرموش تزامنا مع الرحيل المحتمل لمواطنه محمد صلاح نجم الفريق الإنجليزي، وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري. وهناك تكهنات حول استمراريته وتجديد عقده أو المغادرة مجانا نهاية الموسم. وارتبط اسم صلاح بالعديد من الأندية في الدوري السعودي، كما يعتقد أن باريس سان جيرمان مهتم أيضا باللاعب، وكذلك برشلونة.